عمرك سمعت عن حد حياته اتقلبت في لحظة بس بدل ما ينهار قرر يبدأ من جديد؟ تقصدي مين؟ اليوتيوبر اللي ملايين الشباب بيتعلموا منه، أحمد أبو زيد. طبعاً، بس الغريب إن ناس كتير فاكرة إن النجاح بتاعه كان سهل. وده أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأن القصة دي فيها ضغط، فشل ومواقف صعبة جداً. خلينا نرجع شوية لورا. قبل الشهرة، قبل ملايين المشاهدات، كان مجرد شاب مصري عادي عنده حلم بسيط إنه يفيد الناس. بس المشكلة إن طريق الإنترنت مش سهل، ملايين القنوات وملايين الناس بتحاول تنجح. بالظبط، لكن أحمد كان مختلف، لأنه ما كانش بيجري ورا الترند، كان بيجري ورا القيمة. عشان كده بدأ يقدم محتوى عن التعلم، تطوير النفس واللغة الإنجليزية. ومع الوقت الناس بدأت تلاحظ حاجة غريبة. إيه هي؟ إن الراجل ده صادق، مش بيبيع وهم ولا بيضحك على الناس. وده يمكن أهم سبب خلاه يكبر بسرعة، لأن الناس على الإنترنت ممكن تختلف في كل حاجة، بس بتتفق في حاجة واحدة. إيه؟ إنهم بيحسوا بالصدق. بس الحياة مش دايماً بتمشي بسلاسة، وفي لحظة حصل موقف صعب. الموقف اللي خلى ناس كتير تتكلم عنه فجأة. بالظبط، وقتها البعض توقع إن ده ممكن يكون نهاية الطريق. لكن الحقيقة كانت العكس تماماً. لأن الشخص القوي مش هو اللي عمره ما يقع. الشخص القوي هو اللي يقع ويرجع يقف تاني. وده اللي حصل فعلاً، بدل ما يختفي رجع أقوى. ويمكن التجربة دي علمته حاجة مهمة جداً، إن النجاح الحقيقي مش في عدد المشاهدات، لكن في تأثيرك على الناس. دلوقتي لو دخلت قناة أحمد أبو زيد هتلاقي ملايين المتابعين. بس الرقم ده مش هو القصة. القصة إن شاب مصري بسيط قدر يثبت إن المحتوى المفيد ممكن ينجح، وإن الشهرة مش لازم تكون بالضجيج ولا بالفضايح، ولا بالمحتوى الفارغ، لكن بالاجتهاد والاستمرارية. تخيل إن في شباب كتير بدأ يتعلم إنجليزي بسببه، وشباب تاني بدأ يطور نفسه. وده يمكن أعظم إنجاز لأي صانع محتوى، إنه يغير حياة الناس للأفضل. بس خلينا نسأل سؤال مهم. إيه هو؟ إيه الدرس اللي ممكن أي شاب يتعلمه من القصة دي؟ الدرس الأول إن النجاح بياخد وقت. والدرس التاني إن الطريق مش مستقيم، ممكن تقع، تتعطل، أو حتى الناس تهاجمك، لكن لو عندك هدف واضح هتكمل. والدرس الثالث والأهم، قول. إن الشخص اللي بيقدم قيمة في الآخر الناس هتقدره، حتى لو الطريق كان طويل، وحتى لو البداية كانت صعبة. في النهاية قصة أحمد أبو زيد مش مجرد يوتيوبر ناجح، دي قصة شاب مصري قرر يعمل حاجة مختلفة، وقرر ما يستسلمش. عشان كده السؤال الحقيقي مش هو إزاي أحمد نجح، السؤال الحقيقي هو أنت هتبدأ إمتى؟ يمكن القصة دي تكون إشارة ليك إن الوقت لسه ما فاتش، وإن أي حد ممكن يبدأ، حتى لو البداية كانت بسيطة. المهم إنك تبدأ.